السلام عليكم يا أحلى متتبعين. اليوم نايضة قربالة في السوشيال ميديا المغربية، والسبب لالا العروسة 2026، وبالضبط كوبل طنجة اللي قلبو طاولة على قاع التوقعات. واش هادي برنسيسة ولا كارثة؟ وعلاش المغاربة كاملين كيهضروا على الأميرة المعفونة؟ اليوم غادي نجيب لكم التفاصيل اللي ما تقالش في التلفازة. شكون هي هاد البرنسيسة أصلا، وكيفاش وصلت للبرنامج، وشنو هي القصة الحقيقية ديال الصداع اللي ناض مع عجوزتها ومع كوبلتها رودانت. فيديو اليوم فيه القاصح، وجدوا راسكم حيت غادي نحيدو القناع على بزاف ديال الحوايج. وعباد الله، واش حنا باقيين في برنامج لالا العروسة اللي اصلا كانت مبنية على القيم والتقاليد، ولا ولينا في قاعة المصارعة؟ البرنسيسة الطنجاوية نوضت العجاجة اللي ما غتطفاش. اليوم غنكشف لكم المستور، شنو وقع وراء الكواليس، علاش تسمات الأميرة المعفونة، واش بصح كاين مؤامرة من الكوبلات الآخرين باش يخرجوا البرنسيسة وكوبل طنجة من المسابقة. غنحلل ليكم لقطة بلقطة، وما نسيتش ليكم القضية ديال عكوزتها والصدمة اللي تلقاتها قدام الكاميرات. بقاو معايا حتى الاخر حيت كاين واحد التسريب خطير. اول حاجة، علاش هاد اللقب ديال الأميرة المعفونة؟ الجمهور المغربي في السوشيال ميديا ما كيرحمش. ننتقدوا طريقة تعاملها مع الشغل ديال الدار. واش شفتوا لقطة الحنة والطفار؟ المغاربة قالوا الحداقة قبل من الزواق. غنحللو هنا واش هي فعلا ما كتعرف دير والو، ولا غير بريستيج زايد خسر ليها الصورة ديالها قدام المغاربة. برنسيسة ماشي غير مؤثرة عادية، هادي النوع اللي كيعيش اللايف ستايل ديال الرفاهية في تيك توك. الناس كيسولوا منين جابت هاد البريستيج كامل وهي باقا صغيرة، واش بصح هي بنت الفشوش ولا غير كتمثل؟ اما الزوج ديالها كيبان كيبغيها بزاف، ولكن في عينيه واحد الخوف. واش كيخاف من ردود الافعال ديالها، ولا خايف على صورته قدام عائلته في طنجة؟ لاحظوا كيفاش كيشوف فيها ملي كتبدا تغوت او كدير حركات بوجهها، نظراته كتقول سمحي لي يا امي، هادشي اللي عطا الله. هاد الصراع النفسي بين الزوج اللي باغي يرضي مرتو وبين العار اللي خايفه منه عائلته هو المحرك ديال هاد الدراما. اما الحاجه اللي صدمت المغاربه فهي العجينه بالخواتم والطفار، الماع المجموعين والكوزينه مرونه. الثقافه المغربيه الحداقه هي الشهاده ديال العروسه. ملي شافوها ما عرفاتش حتى تقشر البطاطا بلا ما تضيع نصها، هنا ناضت القيامه. واش يعقل بنت طنجة مدينه الخير والتاويل ما كتعرفش تنقي الخضره؟ وملي تعطاتها ميزانيه 150 درهم، البرنسيسه بانت بحال الا تحطات في كوكب اخر. بدات كتسول واش هادي غتشري ليا اللحم. هاد اللقطه بينت الفجوه بينها وبين الواقع ديال بزاف ديال البنات اللي كيتفرجوا فيها واللي كيسيروا ديورهم باقل من هادشي. هنا في الجمهور حس باللي هي منفوخه ومصطنعه. اما الحرب البارده مع كوبل تارودانت، هادوك هما النقيض ديالها. عروستهم حادقه بسيطه وبنت الشاب. البرنسيسه حسات باللي الجمهور كيبغيهم اكثر منها، وبدات كدير حركات استفزازيه. واش شفتوا ملي كانوا كياكلوا وكوبل تارودانت كيهضروا كيفاش البرنسيسه بدات كتضحك باستهزاء وكتهمس لراجلها؟ هاد السب والغميز
هو اللي خلى الفانز ديال تارودانت ينوضوا ليها في التعاليق ويسميوها الأميرة المعفونة. أما واحد العجوزة، شوفوا أخطر حاجة في لالا العروسة هي الحمات. العجوزة الطنجاوية معروفة بالهمة والشان. ملي شافت عروستها كتشوه التاويل الطنجاوي قدام الملايين وجهها تقلب. في واحد اللقطة العجوزة كانت كتشوف في العروسة وهي كتشطح بطريقة تيك توكية لا تليق بوقار العرس، وكان كيبان في عينيها ندم كبير. كاينين تسريبات كتقول بلي العجوزة هددات باش تخرج من البرنامج حيت ما قدراتش تستحمل الانتقادات ديال الجيران في طنجة. وهنا غنطرحو السؤال اللي كيسهر الجميع: واش القناة هي اللي كتقول ليهم ديروا هكا؟ واش كيعطيوهم دور الاشرار باش تطلع رينتينغ؟ حيت مستحيل شي حد يكون بهذا الذكاء في تيك توك ويكون بهذا الغباء الاجتماعي في التلفازة. الا كان هادشي تمثيل، فالبرنسيسة كتستاهل اوسكار، والا كان حقيقي فالله يحسن عوان راجلها. هادشي اللي عاودت لكم على كوبل تارودانت وكوبل طنجة راه غير الراس ديال الجبل الجليدي. الحقيقة اللي صدماتني وانا كنوجد هاد الحلقة او وانا كنوجد هاد الفيديو هي انه كاين فيديو مسرب من الفندق كيبين واحد المشاحنة لفظية خطيرة وقعت في المصعد، لدرجة ان الامن ديال البرنامج تدخل باش يفك الجرة. واش هاد الناس جاو يمثلوا الحب ولا جاو يصفيو حسابات قديمة؟ والأسوأ من هاد الشي هو الهضرة اللي كدور دابا على ان واحد من هاد جوج كوبلات مهدد بالاقصاء المباشر قبل كاع ما يوصل النصف النهائي بسبب خرق قانون السرية ديال البرنامج. واش كتشوفوا باللي من حق الاداره تجري عليهم ولا هذه غير خطه باش يحيدوا الكوبل اللي ما بغاوش؟ انا عارف باللي دابا كاين اللي كيشجع النيه والرزانه ديال الكوبل تارودانت وكاين اللي كيموت على الاناقه والذكاء ديال كوبل طنجة، ولكن واش نتوما مستعدين تعرفوا شكون هو الجاسوس اللي كينقل هاد الاخبار من وسط البلاطو، وشكون هو العضو في لجنه التحكيم اللي ناض وخرج من التصوير وهو كيغوت بسبب هاد الصداع؟ غنحط لكم التفاصيل اللي كيهرب منها الجميع. غنهضروا على المبالغ الماليه اللي كيتخلصوها الكوبل مقابل هاد التمثيليه، وغنكشف لكم شكون هو الكوبل اللي بصح كيتعرض للمضايقات يوميا في الكواليس. دابا بغيت هاد التعاليق يولي فيها زلزال، كل واحد يكتب ليا سمية المدينة اللي كيساندها وقولوا لي بصراحة واش كتظنوا باللي لالا العروسة 2026 غيكون هو آخر موسم بسبب هاد الفضائح ولا هادشي هو اللي كيعطي الحلاوة للبرنامج؟ ما تنساوش تفاعلكم هو اللي كيخليني نجيب لكم هاد المواضيع. ديروا لايك وفعلوا الجرس وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم اللي متبعين البرنامج وقولوا لهم الحقيقه بدات كتبان. ودابا غادي نجاوبكم بالادله. غنهضر لكم على اشنو وقع نهار الثلاث مع 3 ديال الصباح في البهو ديال الفندق، وعلاش الامن الخاص دخل بواحد الطريقه عنيفه. هادشي اللي غتسمعوه اليوم ما غتلقاوه في حتى شي قناه اخرى حيت اللعب وصل للعظم. باش نكونوا واضحين، الصداع ما بداش في البلاطو، بدا في بوفي ديال الفطور. كوبل طنجة اللي كيبانوا لكم كلاس ومرتبين ترتقوا ليهم الغديد فاش كوبل تارودانت خداو تعاطف كبير من طرف العمال ديال الفندق والجمهور اللي كيتسنى برا. المصدر ديالي كيقول باللي عروسة طنجة واجهات عروسة تارودانت بواحد الهضرة خايبة وقالت ليها حرفيا انتي غير جاية تكملي بينا الديكور. هنا العروسة ديال تارودانت اللي كلشي كيحسبها درويشة ما سكتاتش، ناضت قربالة ووصلت الأمور للتشابك باليدين لولا تدخل العرسان. هذا المشهد تصور بكاميرات المراقبة والإدارة ديال البرنامج درت مستحيل باش هذا الفيديو ما يخرج للصحافة. علاش؟ حيت هادشي كيضرب المصداقية ديال الصورة في البرنامج. دابا نجيو للجنة التحكيم. واش رديتو البال في البرايم الأخير باللي واحد من الأعضاء كان وجهه مقلوب وما كيهضرش بزاف؟ الحقيقة هي أن هذا العضو وبلا ما نذكر سمية هدد بوضع الاستقالة ديالو لايف. علاش؟ حيت اكتشف باللي النقاط اللي كيتعطاو في المسابقات الثقافية كيتم التلاعب بهم وراء الكواليس باش يبقاو الكوبلز اللي كيجيبوا المشاهدة، يعني طنجة وتارودانت، لأطول فترة ممكنة. هاد العضو قال ليهم أنا فنان وعندي تاريخ،
ما نقبلش نكون كومبارس في مسرحية محبوكة. هاد الصداع وقف تصور لمدة 4 سوايع، والجمهور اللي كان حاضر بقى كيتسنى في الظلام. واحد التفصيل آخر صادم، العروسة ديال تارودانت مسكينة تعرضات لواحد الانهيار عصبي حاد قبل البرايم بساعة. الماكياج اللي شفتو في وجهها كان غير باش يغطي النفخ اللي في عينيها من كثرة البكا. السبب ماشي غير الصداع مع كوبل طنجة، ولكن ضغوطات من البرودكشن اللي بغاوها تلبس واحد اللبسة هي ما مرتاحاش فيها، حيت جريئة بزاف على تقاليد المنطقة ديالها. تخيلوا معايا كيبيعوا الحياة ديال المتسابقين مقابل شوية ديال البوز. وباش تعرفوا باللي القضية فيها بيزنس كبير، واش فراسكم باللي الشركة الراعية هاد العام مهددة بسحب الدعم ديالها؟ حيت الاشاعات ديال السحر اللي ذكرتها في الفيديو اللي فات وصلت ليهم وخافوا على السمعة ديالهم. كاين دابا اجتماع طارئ في القناة باش يقرروا واش يجريو على الكوبلز اللي دايرين صداع ولا يكملوا المسرحية حتى الاخر ويضحكوا على ذوق المغاربة. هادشي اللي كتشوفوه دابا هو قمة الجبل فقط. انا مازال كنجمع في لي زوديو والرسائل اللي تسربوا من جروب واتساب ديال المتسابقين، وغادي نصدمكم بواحد الاوديو فيه صوت واحد المسؤولة وهي كتعاير المتسابقين وكتوصفهم باقدح النعوت. قبل ما نسدد الفيديو عندي سؤال لكم ونبغيكم تجاوبوني ولا لا. واش بصح كتظنوا باللي لاله العروسه مازال فيه مصداقيه، ولا غير تلفازة الواقع مخدومة بالمسطرة والقلم؟ كتبوا لي آراءكم وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو في ستوريات انستغرام فيسبوك، خليو كاع الناس يعرفوا اشنو واقع في الكواليس. الفيديو جاي غيكون فيه دليل صوتي، فما تنساوش تفعلوا الجرس باش تكونوا اول من كيسمع. كانت معكم بسمة ستوريز، وبقاو ديما حاضيين راه اللي جاي اصعب.